أهلا بكم متابعيني الأعزاء. وفاة 8 من عائلة واحدة وفلبينية تعيد جرح طريق الرين وادي الدواسر. إليكم التفاصيل. بعد ساعات قليلة من الحادث المأساوي لمركبتين الذي راح ضحيته 8 أشخاص من عائلة واحدة وعاملة فلبينية، وإصابة 2 آخرين، مما أثار مشاعر الحزن لدى المواطنين حتى استعاد الأهالي المعاناة المستمرة من مخاطر طريق الرين وادي الدواسر. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل الحادث عبر وسم الرين وادي الدواسر، مؤكدين أن طريق الرين بيشة وادي الدواسر يشهد حوادث متكررة أدت إلى إزهاق العديد من الأرواح بسبب كثافة الحركة المرورية فيه وعدم ازدواجيته كاملا وكثرة منحنياته وسط مطالب الأهالي بضرورة إيجاد حلول عبر إعادة تنظيم الحركة المرورية على الطريق. وطلب عدد من المدونين في الشبكات الاجتماعية بضرورة دعم الطريق بالعديد من المراكز الإسعافية التي تباشر وتتعامل بشكل سريع مع الحوادث التي تحصد الأرواح بدلا من تحويل بلاغاتها لعمليات محافظات مجاورة بعيدة. وأسفرت الفاجعة عن وفاة 9 أشخاص واحتراق وتفحم إحدى المركبتين، في حين نجت ابنة واحدة تبلغ من العمر 13 عاما، وهي الناجية الوحيدة من العائلة التي كانت تستقل سيارة من نوع جيمس. وكانت المركبة المتفحمة تقل عائلة تتكون من 9 أشخاص وعاملة منزلية من الجنسية الفلبينية. وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي الدواسر العام ومستشفى رانيا. وذكرت المصادر أن المرور والدفاع المدني بمحافظة وادي الدواسر باشر التعامل مع الحادث المأساوي الذي أسفر عن وفاة 8 مواطنين وامرأة من جنسية فلبينية. فضلا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو.